مش عارفة أقولك إيه أو أبدأ منين. بس أنا وقعت في مشكلتين وبقالي أكتر من 3 شهور بفكر ومش لاقية غيرك. قلت لها وأنا تحت أمرك يا عمته، قولي مالك ولو أقدر أساعد مش هتأخر. ردت حنان: بص يا بلال، ابنها طلق حنين بنت عمتك وفي بينهم مشكلة. فقلت لها طب عايزين أتدخل وأحاول أحلها؟ قالت لي لأ، هو طلقها بالتلاتة خلاص. بصيت لعمتي وقلت لها بالتلاتة؟ قالت لي أيوة. قلت لها وطبعا عايزاني أتجوزها وطلقها محلل يعني؟ قالت لي أيوة، مفيش غيرك يستر على بنتي ومش عايزة أي حد يعرف. ردت حنان: لا، ما في مشكلة تانية. قلت لها خير؟ قالت دي بنتي رحمة كمان مطلقة بس من زمان، وحاولنا أنا وعمتها لحد ما أجمعناها إنها ترجع لجوزها. قلت لها يعني أنتوا عايزيني أتجوز الاتنين وأطلقهم؟ ردت عمتي: أيوة يا حبيبة عمتك، والسر بينا وجميلك ده على راسي وجزمتك كمان على راسي. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. وقبل ما نبدأ في حكاية النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك عشان نستمر. صاحب الحكاية بيقول: أنا بلال 25 سنة من القاهرة وعايش في اسكندرية مع خالي وشغران معاها من 3 شهور. لقيت كذا حد من قرايبنا يقول لي عمتك بتسأل عليك أكتر من مرة، وأول ما نزلت البلد أمي قالت لي عمتك سألت عليك كتير. قلت لها هروح وأشوفها، وكمان إحنا علاقتنا بعمتي مش أقرب حاجة يعني، بنسأل عليهم في المناسبات والأعياد بس. وبعد يومين رحت البيت عمتي وكلمتها وفرحت قوي بيا وقالت لي اطلع يا حبيبي، دي تبقى عمتي الكبيرة اسمها حبيبة. خدتني بالحضن وبوس وأحضان وعلقتني في حضنها أكتر من 5 دقايق وقالت لي كل دي غايبة؟ أنا زعلانة منك جدا مش بتسأل عليا. قلت لها معلش يا عمته حقك عليا، أنا عارف إني مقصر معاكم ومع عمتي كلهم بس غصب عني عشان الشغل. قالت لي ده حتى العيد اللي كنا بنشوفك فيه مرة في السنة آخر مرة كلمتنا في التليفون. قلت لها حقك عليا صدقيني غصب عني. قالت لي طالع لأمك. ضحكت وقلت لها ومش لابويا ليه؟ قالت لي هشتم أخويا يعني؟ قلت لها عندك حق. المهم طمنيني عليك، ماما قالت لي إنك سألتي عليا كتير. خير محتاجة حاجة؟ قالت لي ثواني يا بلال، وندهت على حنان: هاتي الضيافة لبلال وتعالي سلمي عليه. قلت لها هي بنتك اسمها حنان ولا حنين؟ قالت لي انت نسيت اسم بنت عمتك يخرب بيتك. لا دي حنان مرات كمال جوزي، قاعدة عندنا يومين. دخلت حنان شايلة صينية عليها فاكهة وحلويات، مديت ايدي اسلم عليها. حنان سحبتني في حضنها وفضلت تبوس فيا. قلت لها ازيك يا طنط، اخبارك ايه؟ قالت لي انا بخير يا حبيبي، انت عامل ايه؟ قلت لها تمام. راحت قايله منال كبر يا حبيبه وبقى راجل ما شاء الله، انا فاكره لما كنت بحميك. قلت لها الله يسامحها امي بقى، كانت سايباني لكل الناس تحميني. عمتي ردت لا ما تقلقش، نسوان العيلة والشارع كلهم حموه. قلت لها الله يطمنك، وضحكنا كلنا. طمنيني يا عمته، كنتي عايزاني في ايه؟ وحكولي على المشكلة اللي قلتها، وعمتي قالت مش عاوزة مخلوق يعرف اللي هيحصل. قلت لهم طب هفكر وهرد عليكم، أنا متفاجئ. بس ردت حنان وقالت بص اسمع مني، هتاخد أجازة من شغلك أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر، وهتكتب كتابك عليهم وتاخدهم وتروحوا شقتي في المصيف في رأس البر، وأنا هروح قبلكم أجهز لكم الشقة. هي كبيرة جناح كده وحمامين و4 غرف، وعلى حسك هجهزها لكم، تكفيكم شهر أكل وفلوس، تاخد يوم تاخد أسبوع تاخد شهر براحتك وترجع تطلقوا. وأنا عليا ليكم، وجوزي الله يرحمه سايب اللي يكفينا وزيادة. عدى عمتي، إحنا بس خايفين نجيب حد غريب يفضحنا وإنت أكيد فاهم. قلت لها أيوة فاهم يا عمتي، طب ادوني فرصة أفكر وارد عليكم في أسرع وقت. عمتي قالت خلاص ماشي، بس حك في راسك إنك أملنا الوحيد. ردت حنان لو وافقت أنا وعمتك تحت أمرك في أي حاجة تقولها، واللي تقوله سيف على رقبتنا. قلت لهم حاضر. قمت أمشي وبفتح الباب لقيت في وشي حنين ورحمة. حنين آخر مرة شفتها كنا صغيرين، سلمت عليهم. حنين قالت بالله ازيك عامل ايه؟ عاش من شافك. قلت لها ازيك يا حنين عاملة ايه؟ قالت لي فينك يا ابني مختفي ليه كده؟ قلت لها ظروف الشغل انت عارفة، وأول ما نزلت أجازة نزلت عديت عليكم. قالت لي نورتنا، طب تعالى اقعد معانا شوية. قلت لها أنا هنا من بدري وعندي كم مشوار شغل، يلا سلام عليكم. ونزلت وأنا مش عارف أفكر ولا عارف أقرر، أوافق ولا ما وافقش، وبعدين أقول أنا مش خسران حاجة، وشوية أقول بس إزاي أعمل كده، ولو حد عارف هتفضح في العيلة. روحت البيت ومش عارف أعمل إيه ولا حتى أخد قرار. بتفكير جامد وصلني إني صدعت، نمت وصحيت على تليفون من الشغل وسبت البيت ونزلت على اسكندرية وانشغلت كام يوم، لحد ما في يوم لقيت رقم غريب برن عليا. قلت قالوا مين؟ قالت لي أنا واحدة بتعكسك. قلت لها يا لسه في حد بيعاكس في الزمن ده؟ انت مين؟ قالت لي مش عارف صوتي. قلت لها لا مش عارف صوتك، مين معايا؟ قالت لي مش عارف صوتي. قلت لها انت يعني ام كلثوم عشان اعرف صوتك؟ اخلصي انت مين؟ ضحكت وقالت لي انا حنيني ام ما تزهقش
قلت لها حنين اخبارك ايه؟ طمنيني عليا. قالت لي الحمد لله، انت كويس؟ قلت لها تمام، بس ده رقم مين زي مش متسجل معايا؟ قالت لي ده رقم تاني لسه جايباه جديد، سجله بقى. قلت لها ماشي يا فجلة. قالت لي انا كنت عايزة اشوفك، ممكن؟ قلت لها انا رجعت اسكندرية تاني عشان عندي شغل. قالت لي طب في وقت تكلمني؟ قلت لها ايوه معاكي. ردت قالت لي انت قلت لي انك تشوف ماما. قلت لها ايه وكنت جاي عشان اشوفها. قالت لي يعني مش عشان حوار الجوازه؟ قلت لها ايوه، هي سالت عليا ولما رحت اشوفها فتحت معايا الموضوع. قالت لي بص انا ما كنتش اعرف هندلته وكنت رافضه الموضوع، وخصوصا عشان اعلم جوزي الادب ومش كل شويه يقول لي عليا الطلاق وعامد البانو في بقه. وكمان فكره اني اتجوز واحد من الشارع اسبوع دي ما كنتش قبلاها، بس لما عرفت انك انت ابتديت افكر. قلت لها انا زيك بالظبط بنص، ما ردتش على عمتي، وخصوصا فكره 2 دي صعبه شويه. قالت لي 2 زي مش فاهمه. قلت لها انتي ورحمه، مين قالك كده؟ قلت لها امك وحنان. قالت لي يا ولاد الجزمه محدش قال لي. طب وانت ايه رايك؟ قالت لي انت اللي ايه رايك؟ قالت لي مش عارفه، بس فكر وخد وقتك وعادي، هو الموضوع بينا. قلت لها انا خايف حد يعرف، هيبقى شكلنا في العيله وحش. قالت لي لا طبعا ما ينفعش حد يعرف، دي تبها فضيحه، بس على العموم فكر، هنستنى للرد. وقفلت. حسيتها زعلت كده ومش فاهم زعلت مني عشان بقول لها فكر ولا زعلت عشان موضوع رحمه. قعدت شويه افكر وقلت انا مش خسران حاجه، وفي نفس الوقت المزتين جامدين وانا مش مطلوب مني اي حاجه، انا داخل بمورودي. وعلى المغرب قررت وكلمت عمتي وسلمنا على بعض وقلت لها انا بكلمك بخصوص موضوع حنين ورحمه. قالت لي ايوه يا حبيبي طمن قلب قلبي. قلت لها يا عمتو انا ما اقدرش ارفض لك طلب. قالت لي بجد يا بلال موافق، ما تتصورش انت فرحت قلبي قد ايه، الله يفرح قلبك. قلت لها بس في حاجه كده عايزه اقول لك عليها. قالت لي قول اؤمر. قلت لها انا من رايي بدل ما نروح راس البر مشوار كبير، انا هشوف حاجه في اسكندريه هنا ومنها اكون جنب الشغل. قالت لي اللي تشوفه يا بلال وانا معاك، شوف هتعمل ايه وبلغ لي، بس من غير ما تاخد رايي. قلت لها تمام هظبط واقول لك. وكمان حنين كلمتني وشكلها ما تعرفش حاجه عن موضوع رحمه وشكلها زعلت. قالت لي لا هي فعلا ما تعرفش وهتب خرب الدنيا، بس هتتصرف، شوف انت هتعمل ايه وقول لي. قلت لها تمام وقفلنا. واتصلت على حنين قلت لها ايوه حنين مش عارفه صوتي ولا ايه؟ ردت وهي بتضحك لا عارفاها عندي ليه. قلت انا كلمت عمتي وموافق، بس بدل رأس البر هشوف حاجه في اسكندريه، وظبطي انت بقى دنيتك وحوار رحمه ده. قالت لي ماشي بس حوار رحمه انا مش هتدخل فيه، انت اتصرف. وتاني يوم لقيت رقم بيتصل بيا، قلت الو مين؟ قالت لي انا حنان يا بلال عامل ايه؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي عمتك كلمتني على موضوع اسكندريه، انا ليا واحده صاحبتي عندها شقه على البحر، هبعت لها واسال وارد عليكي، وبجد مش عارفه اقول لك ايه يا بن، وتسلم على وقفتك معانا. قلت لها على ايه بس ولا اي حاجه، انا بس عايزه اتاكد انتوا معرفين رحمه. قالت لي ايوه معرفينها، امال هتتجوز من غير ما تعرف؟ قلت لها اصلي مش عارف، حاسينها بعيد يعني. قالت لي بعيد فين، انت لسه مكلم عمتك امبارح، هنظبط الدنيا وتتقابلوا وتتكلموا. قلت لها تمام، شوفي حوار الشقة وكلميني. قالت لي على تليفون. قفلت معاها ولسه مش فاهم هعمل ايه. كلمت واحد صاحبي أسأله على الشقة، قال لي في شقة هل ترى سوبر لوكس وعلى البحر وشايفة اسكندرية كلها. قلت له تمام، عاملة كام؟ قال لي أخلي السمسار يكلمك. كلمني السمسار وقال لي اليوم ب5000 جنيه. قلت له ليه يا عم هو قصر؟ قال لي يا باشا شوفها وبعدين نتكلم. وتاني يوم رحت أشوف الشقة ولقيت أفخم وأجمل شقة شفتها في حياتي، حاجة بتاعت ملوك. قلت بيني وبين نفسي بلو اليوم ب10,000 مش خسارة فيها. هي عبارة عن صالة استقبال كبيرة و4 غرف وحمامين ومطبخ، وبعدين تطلع سلم تلاقي غرفة ماستر كبيرة بالحمام بقعها والدورين كاشفين على البحر. كلمت عمتي وقلت لها أنا لقيت شقة بس هي غالية شوية، وكمان أنا عايزكم تيجوا مع البنات. عمتي قالت ما يهمك السعر، بس نيجي مع البنات إزاي؟ قلت لها عادي أكنكم جايين تغيروا الجو، وبعدين الشقة كبيرة وكمان دورين، تقعدوا معانا ونبقى نخرج ونرجع، وفي غربة فوق لوحدها منعزلة عن الشقة. قالت لي شوف انت هتعمل ايه وعرفني، وما تاخدش رأيي في حاجة، واللي هتقوله هننفذه. قلت لها تمام، انا قلت اخد رأيك. وكمان كلمت حنين وقلت لها نفس الكلام، واقتنعت جدا وقالت لي ايوه انت صح عشان محدش يحس بحاجة. قالت لي تمام، خدي رحمة عايزة تتكلمك. قالت لي الو ازيك يا بلال، عامل ايه؟ تمام، انت عاملة ايه؟ قالت لي انا بخير، بس عايزة اقول لك حاجة ويا ريت ما تزعلش مني، انا عارفة انك ملاك ذنب وبتحاول تساعد، بس احنا مش حيوانات عشان تبقى المعاملة روحوا ناموا مع بعض اسبوع وارجعوا. وخلاص انا متضايقة جدا من الموضوع ده. اخدت نفس جامد وقلت اخيرا لقيت حد فهمني. الموضوع ده يا بنتي انا لما عمتي كلمتني قلت لها كده، وعشان كده طلبت وقت افكر، ولما فكرت كلمت عمتي ومامتك وقلت لهم اني عايزة اكلمك واقعد معاكي، وهم قالوا لي انك عارفاني وموافقة، وانت بالنسبة لي زيك زي حنين. قالت ايوه انا قصدي كده وكويس انك فاهمني. قلت لها لا انا فاهم كويس، خدي رقم من حنين ونتكلم ونقرر. وقفلت معاها وكلمت حنين
عرفتها كل اللي حصل وحوار الشقة والنوم هيجوا معانا وكلام رحمة بنتها، وفضلت تدعيلي على رحمة. وعدى اليوم كحد ولقيت رسالة على الواتس والليل من رقم غريب بتقول صاحي. ردت وأنا عارف إنها رحمة. فضل على مدار اليوم نهزر ونضحك ونتكلم. وتاني يوم كلمتني في التليفون وبدأت تحكيلي عن طلاقها وعيوبه وكلام كتير انتهى بصورة لها في البيت. وهنا عرفت إني داخلة على أحلى أسبوعين في حياتي وإني لازم أستعد لهم كويس. هربت عنهم أسبوع كده، كنت مع خالي في مشوار يخصه، وطول الأسبوع كنت بكلم رحمة وحنين على الواتس، بس رحمة أكتر. واتكلمنا كتير عن السرير والأوضاع، وبعت لها ستيكرز ومتحرك بالأوضاع، وفهمت دماغها وفهمت إنها نفسها تجرب كل الأوضاع، لأن طلاقها كان معودها على وضعين بس، لأنه كان تخين. وعلى بالليل لقيت عمتي بتكلمني في التليفون وبتطمن عليا. قلت لها معلش يا عمته، كنت عارف ظروف شغل، مسافر أسبوع ولسه راجع في الطريق، هوصل واكلمك، جهزوا نفسكم. وعلى التليفون وروحت نمت. كنت تعبان جدا وأسبوع كان صعب جدا. وعدت عليا بصعوبة. أول ما صحيت كلمت السمسار وجابت لي المفتاح، وكلمت عمتي وعدت عليهم وجبتهم ورحنا على الشقة وسكنتهم هما الأربعة في الأربع غرف وأنا فوق لوحدي. وكلمت المأذون وفهمته يجيب الشهود بمعرفته، وجه وكتبت كتابي على حنين. وبعد ساعة جه مأذون تاني خالص ب2 شهود تانيين، وكتبت كتابي على رحمة. وبعد ما خلصنا قلت لهم أنا هطلع أخد شاور وريح شوية. عمتي قالت طب مش هترشوا؟ قلت لها لأ، أنا مش عايزة آكل، لو كده اتعشوا انتوا. طلعت أخدت دش وأخدت الحباية اللي من نوع المستورد، وشوية ولقيت رحمة طالعة. أول ما شفتها قلت لها يا جماله، البطل ده رايح فين؟ قالت لي البطل ده رايح في داهية. قلت لها البطل ده رايح في حضني، أنا عارفة إنك تعبانة وماسكة نفسك بالعافية. قالت لي على آخري خالص، ممكن أقطعك تحتيه؟ قلت لها طب يلا بينا. قالت لي لأ، هاخد شاور الأول وبعدين أجيلك. قلت لها أنتي طلعالي بمسا بولس هتاخدي شاور؟ قالت لي أيوة. يسيبني أظبط الدنيا بقى. وأول ما دخلت الحمام رحت مكلم حنين على الواتس، قلت لها هلا. قالت لي أنت بتعمل إيه، فاضي تتكلم وراحة عندك؟ قلت لها أيوة، التحرير تاخد شاور. قالت له ما يسهل ليه، طب خد بالك عشان دي وراك. رحت ضحك وقلت لها حضري كفنها، وسبت التليفون وقمت أشوفها. خلصت حمامها وقاعدة عينتها من مراية بتحط مكياج، ولبسها مش شفاف مبين كل حاجة. لفت نظري إن تفاصيلها من فوق ومن تحت غامقين قوي، مع إنها مش سمرة خالص. وبصراحة اتقفلت منها لأني بحب البينك. وبعدين كنت لنفسي هما أسبوعين، هي مش هتعيش معايا العمر كله. بعدين قلت لها إيه هنضل الليلة كلها قدام المراية؟ قالت لي أنت مستعجل على إيه، وراك حاجة؟ روح وأنا قد إيه أو بإيه وراك. وهربت وانا من جوايا مقفول منها من السوات اللي عندها. وبعدين قلت مش هتفرق، هطفي النور واتخيلها حد من الحبايب. وبعدها جت قلت لها ايه القمر ده، اناكلي بقد حلوة. قلت لها حلوة قوي، تعالي يا بطري. وما سبتها من ايديها وحرفيا فضتها خالص. عوضتها عن القديم والجديد لدرجة إن عمتي خبطت على الباب وقالت البتة صوتها بآخر الدنيا، الناس على الكورنيش بتتلفت بتدور على الصوت. ضحكت وقلت لها عروسة وبتدلع شوية. عمتي قالت دلع إيه وهبت إيه، هي صغيرة على الوساحة دي؟ قلت لها معلش يا عمته، مش هخليها تطلع صوت. وانتي يا رحمة انتي مش حاسة بنفسك ولا ايه؟ عمتي بتقول صوتك عادي. قالت لي سيبك منهم، تلاقيهم عايزين يطلعوا لك هنا ولا حاجة. قلت لها مين دول اللي يطلعوا، متلمي نفسك. قالت لي عمتك وماما الحرمان، وحش اسألني انا مجرباه، ما بالك بقى هم بقالهم اكتر مني. بس عارف هو على كل الأحوال ما ينفعش، عشان واحدة عمتك والتانية حماتك، وبعدين ده لو دخل في واحدة منهم يموتها وروحها تطلع. وبعدين نمت. وتاني يوم صحيت نزلت أفطر ولقيت عمتي وحنان وحنين، بس سألت على رحمة ضحكوا وقالوا لي نايمة. قلت لهم طب حد يحضر لي الفطار. قامت حنين وحنان يحضروا الفطار. قلت لهم هو في ايه، بتضحكوا على ايه، أنا مش فاهم حاجة. عمتي ربضت أصل رحمة نايمة من ساعة ما نزلت، وكل ما نصحيها تعبانة تعبانة. فقلت لهم طب ما تشوفوها تعبانة من ايه. عمتي ضحكت وبتقولي يعني انت مش عارف؟ قلت لها مش عارف، كانت زي الفل امبارح وبتتنطط. عمتي قالت ما هي تعبانة بسبب امبارح، ما انت استربيت. قلت لهم هو العرض كان لايف ولا ايه؟ عمتي قالت شفنا كل حاجة وبتضحك. قلت لها كله
قالت لي كل حاجة وبالتفاصيل. قلت لهم طب ينفع يا جماعة اللي عملتوه ده؟ عمتي ما تشغلش بالك، ده كلام ستات. المهم في بحر مع حنين من ساعة ما شافت رحمة وهي خايفة. قلت لها شافت ايه بالظبط يخوفها؟ عمتي قالت شافت كل حاجة. قلت لها طب خلاص عشان جاي أنا هتصرف. دخلوا عليا بصينية الفطار والشاي وأنا بفطر. قلت لهم هنتخبطوا بره النهاردة هنا ورحمة وحنين وهنجيب لكم أكل وإحنا جايين. عمتي قالت ما تشغلش بالك بينا، اخرج وانتوا واتبسطوا. دخلت نمت تاني، وعلى بعد العصر نزلنا وأخدنا العربية ولفينا شوية. دخلت البنزينة أفول، لقيت المحفظة في البيت، فقلت لهم هنرجع البيت أجيب محفظة ولا أقول لكم هوصل لكم المطعم واطلبوا الأكل وأنا هرجع بسرعة البيت أجيب محفظة واجيلكم عشان نكسب وقت وأبقى أفول وإحنا راجعين. وفعلا عملت كده، وديتهم المطعم وطلعت على الشقة. أول ما فتحت الباب لقيت مفيش صوت خالص، أكن مفيش حد في البيت. طلعت على الدور التاني وسمعت همس بسيط جاي من أوضة النوم بتاعتي. اتسحبت، وأول ما قربت شفت آخر حاجة ممكن نتوقعها في حياتي، عمتي وحنان مع بعض في الأوضة ومقطعين بعض. وهنا يكون خلص الجزء الأول من حكايتنا، وعشان انتوا عارفين ما بنقدرش نقول كل حاجة هنا بالتفاصيل، هسيب لكم اللينك التليجرام اللي بننزل عليه باقي القصص بالتفاصيل. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات. بحبكم يا أغلى متابعين في الدنيا. سلام.